السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. بالنسبه للموضوع ديالنا هذه الحلقه ان شاء الله غنتكلموا على كميه العلف اللي خصك تعطي للارانب، وفي نفس الوقت غادي نجاوب واحد الاخوان كانوا كتبوا لي في لي كومونتير على الفيديو اللي فات ديال كيفاش ربح من 5 الإينات 2000 درهم. واحد الاخ قال لي بان كيفاش كتعطي 150 غرام الانثى وهو كيعطيها 300 غرام، قال لك وكتصبح له الوكاله خاويه. وهي الانثى اللي عطيتها تا نص كيلو في الليله راه غادي تاكلها. انا كنعطيو للمشاهدين داكشي اللي كنخدم به، وداكشي اللي الحمد لله غاديين به مزيان وما تلقاوش فيه مشاكل. كنعطي الانثى انا 150 غرام، مثلا هذه انثى كتعطيها 150 غرام قبل ما يخرجوا الوليدات ديالها على برا. هادو وليداتها، عاوتاني هاد الانثى كذلك هادو وليداتها. المهم قبل ما يخرجوا لعندها كتكون كتعطيها 150 غرام، ومنين كيبداو يخرجوا لعندها كل فرخ كتعطيه 15 غرام ديالو، وكل 5 ايام كتزيدو 5 غرام، او كل 10 ايام كتزيدو 10 غرام، يعني كأن غرام في النهار كتزيدها على كل فرخ. من بعد فاش كتفطمهم راه كتبقى غادي بداك السلسله، كل 10 ايام كتزيد للفرخه 10 ديال الغرام. 150 غرام اخويا اللي كنعطي للانثى حقيقه، ماشي غير كنهضروا او غير كنديروا فيديوهات ونكذبوا على عباد الله. هاد الانثى هادي صعيبه شي شويه، بغات تدخل في التعويلات ديال الوقيته ديال الرضاعه ديال وليداتها. كما كتشوفوا الحمد لله هادي كنعطيوها 150 غرام. ها الحجم تبارك الله، ما شنو فيها، ها ناقصه بشي حاجه؟ ما ناقصاش الحمد لله. الوليدات ديالها كذلك صحه جيده، كلشي مزيان الحمد لله. عند وليداتهم تبارك الله اللهم بارك. هادو الوليدات ديالها مازول رادعين، كلشي مزيان الحمد لله، كاين حتى شي مشكل فيهم الحمد لله، وعاد لا بأس به الحمد لله. هادي راه عندها 9 وهادي عندها 10، هما راه غير شي داخل في شي. كما قلنا الاخوان الكميه ديال العلف 150 غرام للانثى، الكميه الصحيحه 150 غرام. هاهي الانثى عاوتاني اللهم بارك، ها احجام الحمد لله. وكذلك واحد الاخ تا هو قال لي في كومونتير بان ما كيظنش تدخل 5 الإينات هذاك الربح كيف ما قلنا ديال 2000 درهم. قال لك هو الماكس ديال الانثى يمكن، قال لي 74 او ما بحال هكا. المهم قال لي 174 درهم يمكن. خويا بالنسبه للارانب كل نوع وشحال داير الثمن. بالنسبه للسلالات، كانت عندك سلاله مزيانه راه كتبيع، راه الا كان عندك الحره غير 2 فريخات منها، الا داروا غير شهر راه تقدر تبيعهم ب 1500 درهم 2 فريخات. كتقول لي إيه 174. وبالنسبه للاحجام على حساب السلعه شنو عندك، وعلى حساب الاحجام اللي عندك. الاثمنه ما مقاداش، كل حاجه والثمن ديالها. كيف ما قلنا اخوان كتعطي الانثى 150 غرام، والفريخات ملي كيبقاو يخرجوا كتبقى تعطيهم 15 غرام على كل فريخ، وكل 10 ايام كتعاود له نفس، كتزيدو 10 غرام كل 10 ايام ب10 غرام. هذه هي الكميه الحقيقيه الاخوان، وهذه هي الكميه اللي كنخدموا بها الحمد لله. بالنسبه لهاد الإينات هادو هما والدين والحمد لله راهم حاملين دابا. وهادو الفطام ديالهم، ها هما الفطام ديالهم ديال هاد 2 إينات، هادو وهادو الفطام ديالهم. الحمد لله ما كنلقاو حتى شي مشاكل لا في الصحه ديالهم، لا الحمد لله غادي مزيان بهاد الكميه. زائد كتعطيهم يعني انت كتزيد شي شويه من عندك ديال مضادات السموم وفي شويه الفيتامينات، هادشي راه ضروري منه.
وهذا ما كان الاخوان، وتهلاو في راسكم، ونتلاقاو ان شاء الله في موضوع جديد وحلقه جديده. هذا الفيديو درناه غير باش نجاوبوا هاد الاخوان هادو على داك التعاليق ديالهم. بالنسبه للاثمنه خويا، راه الاثمنه كل حاجه والثمن ديالها. وبالنسبه للعلف، راه العلف 150 غرام قاد للانثى، كل 24 ساعه تعطيها 150 غرام ديالها. والفريخات راه قلنا لك كيفاش تا هما العبار ديالهم، كتعطيهم 15 غرام. ملي كتشوفهم خرجوا واحد دمهم كيخرجوا لهاد البلاصه هادي، كتعطيهم 15 غرام، و5 ايام كتولي تعطيهم 20 غرام، من بعد عاوتاني 10 ايام كتبقى تعطيهم 30 غرام. راه شرحنا هادشي في الفيديو اللي فات. هذا غير فيديو توضيحي لهاد الاخوان هادو، وفي نفس الوقت باش يعني اللي ما كيعرفش غادي يولي يعرف هادشي هذا حقيقه، ماشي يعني هادشي اللي كنخدموا به كنقولوه للمشاهدين، ماشي غير كنعمروا السوالج عليهم وصافي. وهذا ما كان الاخوان، وتهلاو في راسكم والله يعاونكم.